بعد ما جه عندي السجن لقيت التليفون بيقول لي لو سمحت في زياره جايه للفريق ساعه بعد الظهر. رحت الوزاره، خدت واحد من رئاسه الجمهوريه واللواء جلال الديب اللي هو كان المحامي بتاعه، وطلعنا على الفريق ساعه. سلم عليهم وقعدوا. اي اوامر يا فندم، وانا قلت بمشي. قال لي اقعد يا اشرف، هو احنا ما بنقولش اسرار. المهم انا فلفصت منه بالعافيه، ما مشيتش 10 متر. لقيت العسكري جاي لي جري ورايا، يا فندم فريق انا عايزك. قال لي يا اشرف بقول لك احنا ما بنقولش اسرار. سياده اللواء جلال وسياده اللواء جايين لي علشان اكتب عفو الرئيس الجمهوريه، وانا لن تخط يدي اي سطر بخصوص هذا. يا فندم طب انت سيادتك يعني ممتنع ليه؟ طالما ده جاي ومن رئاسه الجمهوريه يبقى في هناك اتفاق ضمني ان مجرد ما يكتب هنوافق. قال لا مش كده. طب انا هقول لسيادتك على حاجه. قال لي نعم. قلت له مش هنكتب التماس عفو. قال لي ما هنكتب ايه؟ قلت له اكتب طلب السيد رئيس الجمهوريه، حكمت في القضيه رقم كذا بتاريخ كذا على جريمه كذا، وحيث انني لم ارتكب هذه الجنايه ارجو الغاء هذا الحكم فورا. فرد جلال الدين قال لي بلاش ارجو كمان، لان ارجو دي قلت له بلاش ارجو. قال لا مش كده. خدنا بعضنا ومشينا. الصبح تاني يوم الساعة 9 بعت لي، قعد معايا من 9 ل 3 بعد الظهر، بيحكي لي بقى القصة من طقطق لسلام عليكم. واحد بيورق نفسه بقى قدام التاريخ، يعني ان هو التاريخ اتكتب غلط، وهو عايز ما زال لحد النهارده عايز يصلح هذا التاريخ. سعد محمد الحسيني الشاذلي. سعد الدين دي جت كده هوت، يعني هو زي ما تقول اشتهر بيها. مولود في ابريل 1922 لاسره كانت معروفه بالثراء النسبي. شبرتنا دي اللي هي مركز بسيون، القريه اللي هو اتولد فيها، دي كلها شواذليه. أنا عشت في القرية بصفة مستمرة حتى كان عمري 11 سنة، لأن في هذه الفترة كنت أتلقى العلوم في المدرسة الابتدائية في مدرسة بسيون التي تبعد عن قريتنا حوالي 6 كيلومترات. الفريق الشاذلي منذ أن كان صغيرا عرف عنه حب الانضباط. تقدم لامتحان القبول أو امتحان الصف السادس الابتدائي. كان الامتحان يجرى في المركز، في مركز بسيون. اليوم اللي قبل الامتحانات نزل قاس هيمشي وقت قد ايه من مكان من الاقامه اللي هو بتاعهم لغايه المدرسه، علشان تاني يوم الصبح ما يبقاش نازل مستعجل او ما يبقاش نازل وصل متاخر، حتى يضع لنفسه وقتا إضافيا بحيث يوصل إلى هدفه الذي هو الامتحان في توقيت مناسب بالنسبة له. كان ابن عم والدي كان وصل إلى رتبة البشوية، كان اسمه عبد السلام باشا الشاذلي،
كان مدير للبحيرة، كانوا يقولوا مدير، ما كانش يقولوا محافظ لسه، مدير للبحيرة. فكان يعني جريء في تصرفاته لدرجة أنه كسر اللوائح والقوانين في بعض الأوقات فقدم للتأديب. لما حكم تأديبيا مجلس التأديب مش برأه، ده قاعد يشيد بالأعمال. فلما حصل الحاجات دي فالناس الكبار بقى جابوا الحيثيات بتاعة المحاكمة دي ويقعدوا يقروها واحنا قاعدين بنستمع. فالواحد بقى عنده شعور يا سلام، ممكن الواحد يبقى زي ده في يوم من الأيام، ان هو يقول كلمة الحق ويحاكم لأن هو بيقول كلمة الحق. منضبط ومنظم من الطفولة. بوادر أن يكون عسكريا ناجحا كانت موجودة فيه منذ البداية. دخل كلية الزراعة، قعد فيها سنة ورجع تاني دخل الكلية الحربية. احنا دخلنا الكلية الحربية في أواخر نوفمبر سنة 39. الفريق سعد شاذلي دخل الكلية الحربية وكان عمره 17 عام. استمر في الدراسة لنحو عام ونصف. ووجدنا في الإعدادي 3، إعدادي ألف وإعدادي ب وإعدادي ج. فإعدادي ألف كان هو فرقة أو دفعة الفريق الشاذلي، كان طالب واخد شريطة على دراعه بنسميه أم باشا زمان يعني، وكان ما بيمسك نبطشية في الكلية الحربية بيكون يعني شديد شوية على الطلبة وبنعتبره قاسي بالنسبة يعني للزمالة. وكان بمقاييس هذا الزمان أصغر طالب تقريبا في الكلية الحربية. الحرس الملكي ما كانش بياخدوا فيه إلا المميزين، وكانوا لازم يبقوا من عائلات يعني معروفة. قوات الحرس الملكي تعتمد على اختيار أولا ما يرون أنه ضابط كفء أو خيرة الضباط ليكونوا في ضمن التشكيلات التي من مهامها الدفاع عن الملك وتأمين تحركاته في أي مكان، فضلا عن أن يكون من العناصر الثرية اجتماعيا إن صح التعبير. منذ أن أعلن القرار الجائر بتقسيم فلسطين واندفعت أفواج المتطوعين من مصر وجاراتها العربية جنبا إلى جنب مع عرب فلسطين يقاتلون عدو الله وعدوهم ويؤدبون عصابة الصهيونية الباغية التي عافت في الأرض المقدسة فسادا. بعد ما قعد في الحرس الملكي مدة، وبعدين قامت الحرب بتاعة فلسطين فحب انه يتطوع للحرب. أصبح عندي الآن بندقية إلى فلسطين، خذوني معكم إلى ربى. وكان في هذا الوقت طبعا الحرس الملكي في القاهرة ما بيحاربش. قمت أنا دخلت القائد الحرس وطلبت منه يعني أن يعفيني من الخدمة في الحرس الملكي وأن أعود مرة أخرى للجيش على أن أنا أشارك في الحرب. فلما دخلت وقلت له كده زعق لي، قال لي أنت مجنون، وهو زعق لي ومش عارف إيه وتفضل اخرج ومش عارف إيه وخرجت. وبعدين مفيش ساعتين بصيت لقيته هو نفسه بيضرب نوبة ضباط ويجي مع الضباط كلهم ويقول لهم ايه، جلالة الملك قرر بأن يشارك في الحرب الدائرة في فلسطين بسرية من الحرس الملكي على أساس أن تكون هذه السرية بالتطوع. فطبعا أنا كنت من المتطوعين يعني. علاقة الفريق سعد شاذلي بجمال عبد الناصر هي علاقة تعود إلى منتصف الأربعينات. علاقته بجمال عبد الناصر كانوا الاثنين مدرسين في الكلية الحربية، ولكن بالرغم من ذلك إلا أن جمال عبد الناصر لم يفاتح سعد الشاذلي في أمر انضمامه إلى الضباط الأحرار إلا في عام 1951،
رحب بقوة بالانضمام لهذا التنظيم، ولكن عندما قامت الثورة لم يكن له دورا كبيرا. في عام 1954 رأى عبد الناصر أن الجيش الوطني يتعين عليه أن تكون فيه كافة الأفرع الرئيسية لأي قوات مسلحة تحاول أن تأخذ بكل ما توصل إليه العلم، ومن هنا كان التفكير في إنشاء سلاح المظلات. فتم اختيار سعد الشاذلي للسفر إلى الولايات المتحدة للحصول على دورات كي يتمكن عند عودته من تأسيس هذا السلاح المهم. فأول مرة كان أظن برضو في احتفالات 23 يوليو حد ينزل بالمظلات، فروحنا نتفرج، فكنا واقفين وبتفرج كده، فقال لي ها ايه رأيك؟ قلت له عايزة انط كده. من سنة 60 جاء مرة كده قال لي ها عايزة لسه تنطي بالمظلات؟ قلت له اه. قال لي خلاص حضري نفسك وكوني جاهزة في 24 ساعة. سمعنا ان في فريق بنات هينط بالباراشوت، ومن ضمنهم بنت قائد القوات المظلات وقتها العقيد الشاذلي. السيدة شهدان أول سيدة تقفز بالمظلة في مصر. وهنا هنعمل الاحتفال بتاع 23 يوليو سنة 1954، فكتيبة المظلات هتشترك في هذا الاستعراض. طلع في دماغي قلت الله لازم نعمل شيء متميز في الاستعراض، يعني ايه اللي نمشي بالخطوة المعتادة والكلام ده كله، فقلنا نعمل الاستعراض بالخطوة السريعة. ضربت الموسيقى بقى بالخطوة الايه السريعة، بصوا لقوا ناس جايين بيجروا، استعراض بيجروا. ومنذ هذا التاريخ اصبح تقليد للضباط والجنود في المظلات والصاعقة، ليس في مصر فقط بل في كل البلاد العربية يعملوا الاستعراض بتاعهم بالايه بالخطوة السريعة. ثم تقدمت في ميدان العرض وحدة من جنود المظلات. استنكر المؤتمر الشعبي الذي عقد في المركز الرئيسي للاتحاد القومي المؤامرات الاستعمارية ضد استقلال الكونغو ووحدته. سنة 1961 الكونغو بدأت تتحرر من بلجيكا، فدخلت قوات الأمم المتحدة، فجمال عبد الناصر بعت قوات مصرية هناك، وكانت أول قوات عربية تبعث إلى الكونغو. كان ساعتها القائد بتاعها سيادة فريق الشاذلي برتبة عقيد. تعين هو كان قائد كتيبة مظلات، سافر الكونغو، وكان ممثل مصر في قوات الأمم المتحدة اللي موجودة في الكونغو. من أجل السلام العالمي وافقت الجمهورية العربية المتحدة على إرسال كتيبة من قواتها لإقرار السلام في الكونغو. وقد وصل الفريق فريد سلامة نائب رئيس هيئة أركان حرب القوات المسلحة يرافقه كبار الضباط إلى مكان الكتيبة، واستقبله العقيد سعد الشاذلي. واصطف الضباط والجنود حيث بدأ قائد الكتيبة في إصدار أوامر التحرك إلى الطائرة. كان أياميها بقى كانت مصر دولة عسكرية، فكان الملحق العسكري ده كان زيه زي السفير تقريبا. وهناك التقى بالعميد أحمد اسماعيل، أو لواء في الوقت ده كان أحمد اسماعيل، بس كان طلع من الجيش واشتغل في وزارة الخارجية. ويقال إن هناك حصل علاقات بينهم وبين بعض يعني متوترة شوية، فحصل مشادة في الكلام، وأظن إن أحمد اسماعيل شكك في وطنيته. فهنا كان اول خلاف. جه احمد اسماعيل قال للعقيد سعد الشاذلي وقتها، قال له انت ليه بتوصل معلومات للسفير من غير ما تقول لي؟ فقال له اقول لك بصفتك ايه؟ قال له بصفتي عميد وانت عقيد. انت مصري؟ قال له انا مش تبعك، انا تبع الامم المتحده، ما باخدش اوامر منك. بعد أن بدأت القوات المصرية تبدأ الاستعداد
للدخول في معركة مع إسرائيل بعد توتر العلاقات الدبلوماسية مع أمريكا. تم تشكيل مجموعة الشاذلي، تم إعطائها مهمة عند المحور الأوسط بالقرب من الحدود الدولية عند مضيق للصان. بدأت المعركة في التوقيت الذي كان فيه الفريق سعد الشاذلي وبقية القوات موجودين في مطار فايد في انتظار قدوم المشير عبد الحكيم عامر. في الوقت التي بدأت إسرائيل حرب ضد مصر، لم يكن هناك قائد في موقعه. وعاد الشاذلي إلى قوته، ثم انقطع الاتصال بينه وبين القيادة العامة في القاهرة. اعتمدت على الاستماع إلى إذاعة العدو، ووجدت انهم قاعدين يقولوا بلاغات بدت خطيره بالنسبه لي، انهم دخلوا رفح وانهم بينادوا للسكان العريش ان مش عارف ايه يرفعوا الرايات البيضاء وحاجات زي كده. يعني الله مش عارف الموقف بالظبط، وفي انقطاع كامل في المواصلات. وهنا اتخذ الشاذلي بعد أن استشعر الخطر على قواته القرار الأصعب: دخول الحدود الدولية بنحو 5 كيلومترات والتحصن في مضيق للصان الذي يؤمن له الحماية من طيران العدو. يوم 7 بصيت لقيت حصل اتصال حوالي العصر تقريبا كده، جاء اتصال من القيادة العامة. ثبت لي فيما بعد ان قيادة سيناء كانت انسحبت من سيناء وانا لا اعلم. فبيقول انت قاعد بتعمل ايه دلوقتي؟ ايه اللي موجود؟ انسحب فورا، العدو وراك. وهنا نفذ الشاذلي واحدة من اروع عمليات الانسحاب في التاريخ العسكري العربي من وجهة نظري، حيث لم ينفرط عقد قواته كما حدث مع بقية الوحدات. وكل ده الطيران الإسرائيلي بيطاردنا وبيضرب على العربيات وهي ماشية، والناس تنزل تجري تختبئ وترجع تركب عربيات تاني، فبقى يحصل انفصال ما بين الوحدة وبعضها. ونجح في الوصول بقواته إلى غرب القناة ولم يخسر إلا نحو 20% من قواته. قبل غروب يوم 8 كنت بقواتي أبدأ العبور إلى الضفة الغربية. عند القنال لقيت اللي هو سعد الشاذلي بيستقبل كل قوات المجموعة. إسرائيل فضلت تدور على المجموعة دي حتى بعد ما احتلت وبقت مسيطرة على الضفة الشرقية، وتدور على اللي هو سعد الشاذلي بالتحديد. في أعقاب هزيمة 1967 كان المصريون لا يصدقون أنهم قد هزموا. صارت إشاعة في مصر إنه في لواء محاصر في منطقة شرم الشيخ بقيادة الفريق الشاذلي، وبدأت تنتشر إشاعات إن اللواء سعد الشاذلي قائد المظلات معاه فرقة لا زالت في سيناء تقاتل. استطاع أن يعود سالما بدون خسائر تذكر. بعد هزيمة 67 الرئيس عبد الناصر اتخذ قرار غير وجه التاريخ أكيد، يعني لما الشعب عمل المظاهرات يوم 9 و10 وطالبوا بالبقاء، رفض التنحي. ده كان تعبير من الشعب عن رفض الهزيمة وليس التمسك بعبد الناصر كشخص. يعني عبد الناصر خد القرار تعيين الفريق محمد فوزي وزير الدفاع، والفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان، واستبدلنا الجندي الفلاح أو الأمي بجندي جامعي. بعد النكسة نجم اللواء سعد الشاذلي بدأ في الظهور أكثر على مستوى القوات المسلحة. تم تكليفه بقيادة القوات الخاصة. القوات الخاصة بتتكون من فرعين: المظلات والصاعقة.
فلما تعين فوق الاثنين استطاع أن يوحد بينهما وأن يعني يجعل منهما قوة قتال حقيقية. في الفترة دي احنا يعني أول ما دخلنا كنا بنسمع عن الفريق الشاذلي إن هو حاجة واحدة. كان بيهتم جدا جدا بشكل العسكري وشكل الضابط. مرة واحنا في مدرسة المظلات جالنا أوامر إن احنا بعد العصر هنجتمع عشان خاطر في اجتماع مع الفريق الشاذلي. ما كناش نعرف ليه. عرفنا بنفسه، قال انا فلان الفلاني قائد قوات المظلات. قال في ضابط اسمه كذا كذا كذا، قال له ايوه يا فندم، قال له اتفضل تعالى هنا. في مجند اسمه كذا 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 كذا، قال له ايوه يا فندم، قال له اتفضل تعالى هنا. وسأل الضابط قال له انت امبارح ضربت العسكري المجند فلان الفلاني؟ قال له ايوه يا فندم. علشان؟ قال له ما تقولش علشان. ضربته ولا ما ضربتوش؟ قال له ايوه ضربته. امر اداري دلوقتي، حضرتك تشيل مخلتك وترجع على المؤخره بتاعت القوات الخاصه، ما تجيش هنا تاني خالص. في نفس الطابور برضه نبه ان ما فيش اي عربيه توقف له انه يشيل مخلته على كتفه ال 13 كيلو لغايه ما يطلع يركب اي حاجه يروح بيها على الوحده بتاعته في المؤخره في العباسيه. الموقف ده كان ليه فعل السحر على كل الناس، ضباط ومجندين وصف ضباط. الشاذلي عقب انتهاء فترة خدمته كقائد للقوات الخاصة تم تعيينه كقائد لمنطقة البحر الأحمر العسكرية. البحر الأحمر جبهة بتمتد حوالي أكثر من 1200 كيلو. كانوا اليهود بيتفسحوا على جبهة البحر الأحمر لدرجة كانوا بيسقطوا على محطات رادار يسيطروا عليها. قطع دابر اليهود في هذه الجبهة مدنيا وعسكريا وبريا وجويا. انتهت حرب الاستنزاف وتوقف القتال بالقرار بتاع مبادرة روجرز في 8 أغسطس 70. بعد أن أطاح الرئيس السادات بمن سماهم أقطاب النظام الناصري فيما سماها ثورة التصحيح في 15 مايو 71، تم القبض على الفريق محمد فوزي وأودع السجن في هذا الوقت، وتعين فريق محمد صادق وزيرا للدفاع، ومعه الفريق سعد الدين الشاذلي رئيسا للأركان. الكلام ده في مايو 71. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روح ودمي. مصر التي في خاطري وفي فمي أحبها من كل روح ودمي. يا ليت كل مؤمن بعزها يحبها. عمري نجاة بني الحمى ومؤمن من منكم يحبها. اياميها كان الفريق صادق وانور السادات قال عليه مش عايز يحارب، وده طبعا مش صحيح. والفريق الصادق امكانياتي ما تسمحليش اني اخد سينا، فعشان احارب لازم احارب وانا ضامن ان انا مش هتوقف الا عند الحدود المصريه الاسرائيليه. سعد الشاذلي قال انا اقدر اعدي القناه واخد 10 15 كيلو، وبعد كده هو بقى نبتدي نتفاوض من موقف قوه. بس بقى برضو انور السادات زي ما بيقولوا داهيه جاب له احمد اسماعيل. ولم يكونا على وفاق، ودي نظريه برضو ذكيه من رئيس السادات الا يجعل القائد العام في علاقه طيبه مع رئيس الاركان حتى يضمن ولاء الجيش له. تولى رئاسه القوات اركان قوات مسلحه وبدأ يعد ويخطط لحرب أكتوبر. كانت هذه الخطة تستهدف عبور قناة السويس واقتحام خط بارليف بقوة 5 فرق مشاة، ثم احتلال شريحة من الأرض عبر رأس كوبري موحد بعمق من 10 ل 15 كيلو شرق القناة. الخطة كانت على جزئين، الجزء الأول هو 15 كيلو، والجزء الثاني حين تتوفر الظروف. الظروف دي حاجات كتير جدا بقى، معدات وذخيرة وأسلحة ووقود وعربيات واستطلاع وحاجات كتير قوي. هو جمع 50 ضابط من خيرة ضباط القوات المسلحة وقعدهم يعملوا هذه الخطة.
يقال إنه بعد أن انتهى منها كان مع بعض ضباطه محتارين في اختيار الاسم، فأذن لصلاة العصر فقال ولتكن المآذن العالية. في 52 كراسة يمكن أن يضعها الجندي في جيبه. كان سعد الشاذلي بيلقن الضباط والجنود بخبرة القتال من خلال هذه الكتيبات. بيكتب لهم كل كبيرة وصغيرة، لو اتأثرت هتعمل ايه، تربط الجزمة ازاي. توجيه 41 هو اللي طلعه رئيس الأركان، بيقول لكل واحد في القوات المسلحة ساعة قبل ما تقوم الحرب هتعمل ايه، وأثناء الحرب هتعمل ايه، وبعد ما تنتهي الحرب هتعمل ايه. المنشور ده أنا بعتبره هو مفتاح نصر أكتوبر. كان لازم ينزل لغاية الفرد الصف ظابط ويشوفه ويدي تعليمات ويحط نفسه مكانه والى اخره. ما كانش قاعد في المكتب او في القاهره، كان بيلف على الجيوش والمناطق العسكريه في كل منطقه، فهو عايز يتاكد ان الوحده ديت يعني رميتها كويسه، فيجي يختار عسكري كده يعني شعب انه غلبان وطيب كده، ويساله انت تعرف تضرب نار كويس؟ يقول له ايوه يا فندم. فيقول له طيب شايف العلبه اللي هناك دي؟ يقول له اه. قول له حطها هناك كده على شاطر كوم الرمل ده واضرب عليها طلقه واحده، نشن كويس وعلى مهلك، يلا يا شاطر. فيبتدي يضرب الهدف بتاعه، لو ضرب الهدف ومن اول طلقه يديه يرقيه، يقول له انت بقيت ام باشا. العسكري من بسط هيزيد مرتبه وهيمسك حكم دار خدمه بدل ما يمسك فرد خدمه. اتنين وخمسة بالظبط الطيران عدى من فوقنا. انا بتكلم من فوقي انا بالذات، شفت الطيران كانت ميج 21 وشفت كانت منخفضه جدا والمدفعيه وراها ضرب قصفات، ففجاه من سكون تام الى ولع وانفجارات الناحيه الثانيه. كان معانا احداثيات اللي هنضرب عليها، كل الناس فتحت النار المدفعيه اللي معاها. الى ارفع القوارب، رفعوا القوارب جنود، انزل للقناه، وقفوا كده بصوا لي انزل القناه، والشخطه فيهم كله نزل القناه. منظر القناه فعلا عباره عن قوارب مطاط بتعدي بعرض القناه، وكلمه الله اكبر. والله 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 مش ممكن بشر، ما تقولش انها بشر ابدا، لا كان في حد تاني غير البشر. طول القناه كلها كلمه الله اكبر، الله الله اكبر الله اكبر. ثبت العالم في الساتر الترابي وشاورت للجنود قلت لهم الله اكبر طبعا بصوت عالي، فده ايه رفع من روح المعنويه، راحوا ايه الله اكبر من تحت وبدا يتسلقوا الساتر الترابي. حضرنا الاول ب5 فرق مره واحده، ودي يعني اربكه العدو ارباك شديد جدا يعني. الساعة 5:30 بعد 3 ساعات من بداية العبور احنا كان لينا على الضفة الشرقية 32,000 ضابط وجندي. اخترت الذهاب إلى مقر قيادة الفرقة الثانية وأفاجأ وأنا في الطريق بالفريق الشاذلي. رئيس أركان الجيش المصري بيقود العمليات من الضفة الشرقية.
يوم 9 بقى نعتبر في رايي ان حرب اكتوبر ادت كل ما كان مطلوب منها في الخطه. عبرنا قناه السويس، اقتحمنا خط بارليف، استولينا على رؤوس كباري بعمق من 12 ل 15 كيلو، صدينا الهجمه الرئيسيه للعدو يوم 8. يوم 12 اكتوبر الرئيس السادات بلغ القياده العامه والقياده العامه بلغت قاده الجيوش بان بكره يتم التطوير شرقا حتى خط المضايق. طبعا سعد الشاذلي قال لا، قادة الجيوش قالت لا. من أهم العوامل التي قال السادات أنها كانت مهمة لتنفيذ أعمال تطوير الهجوم في اتجاه خط المضايق هو تخفيف الضغط الإسرائيلي على الجبهة السورية. أنا كنت في غرفة العمليات بالصدفة يوم 13 أكتوبر، ففي هذا اليوم ببص على الشاشة كده، أنا والقائد بتاعي كان موجود معايا في نفس الوقت، فلقينا بلوت نازل شمال بورسعيد كده، وبعد كل شويه نلاقي ايه المسافه بتنط كده، قلنا ايه ده؟ ايه الطياره دي؟ اتصلنا بقى طبعا بتوع الاتصالات ومراكز القياده وبتاع ايه الطياره دي مظبوطه ولا مش مظبوطه يعني؟ فعرفنا بعد كده بقى الحقيقه انها طياره امريكيه، فطبعا دي صورت الجبهه كلها يعني في هذا اليوم يعني، وطبعا الصور دي كانت عند اسرائيل بقى. الرئيس السادات اصر على بدء التطوير هو يوم 14 فجر يوم 14 الى الساعه 6 الصبح، وتم دفع القوات المخصصه للتطوير. يوم تطوير الهجوم شرقا ده كان أسوأ يوم في الحرب. الدبابات دي وهي نازله كان في ناس قاعدين لهم، يهود كانوا قاعدين لهم في قلب كودية حشيش بمضادات دبابات، اتضرب قدامنا حوالي 40 دبابه. فشل التطوير الساعه 1 الظهر يعني. اختل توازن الجبهه، بقت قواتنا شرق القناه اكتر من قواتنا غرب القناه، الجيش الثاني فقد الاحتياطي التعبوي بتاعه. عندك غرب القناه ما بقاش في حد والعدو عارف، فابتدى يعبر يخش للغرب. ان التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس امام عمليه يوم 6 من اكتوبر سنه 73 حين تمكنت القوات المسلحه المصريه من اقتحام مانع قناه السويس الصعب. يوم 16 السادات وهو بيخطب خطبته العظيمه في مجلس الشعب، طلعت بعديه جولدا مائير قالت خطبه قصيره جدا، قالت فيها جمله واحده: الاسرائيليين والان يحاربون في افريقيا. وبدات الدبابات الاسرائيليه تطلع على المصاطب اللي كانت معده في غرب القناه وتضرب علينا. كنت قائد المنطقه المركزيه لما قامت الحرب، وفوجئت بان الساعه 12:30 يوم 16 اكتوبر بمكالمه من الجمصي، من اللواء الجمصي كان رئيس عمليات القوات المسلحه في الوقت ده، بيستدعيني لمقابله الفريق الشاذلي في المركز 10، وقال لي ان حصل ثغره في الجيش الثاني وانا على مسؤوليتي، هو بيقول يعني على مسؤوليتي بكلفك انك تعود للجيش الثاني تتولى قيادته، لان اللواء سعد مأمون وقائد الجيش الحالي مريض. بدأ التعامل الهين مع الموقف على اساس ان هم 7 دبابات وان مفيش حاجه تدعو للشك. يوم 17 ال7 دبابات دول بقوا 300 دبابه ولواء مظلات اسرائيلي. وهنا عاد الشاذلي مرة أخرى يطرح رؤيته بشأن سحب قوات من شرق القناة إلى غربها. ترجع قوات حجمها قد إيه تتحسب، تطهر أو تقاتل الوحدات اللي في الغرب وتقضي عليها. بموجب إيه؟ أنور السادات قال له انفعل عليه في غرفة العمليات، وقال له انت لو جبت سيرة انسحاب اي جندي انا هحاكمك. مع العلم بانه في المعارك العسكرية فكرة المناورة بالقوات مبدأ من مبادئ الحرب. الى ان جه يوم 18 اكتوبر فوجئت بالساعة 5 بعد الظهر بالفريق الشاذلي جاي الجيش، وقال لي انا مكلف من الرئيس السادات باني اجي اشوف الموقف. ويوم 20 الساعة 12 الظهر كده لقيته قاعد في الاستراحة الخارجية وفارد الخرايط، وقال لي رأيك كما نعمل موقف خطير قوي وانا عايز انزل مصر اقابل الرئيس السادات. اقترحت بقى ان في هذا اليوم اللي هو يوم 20 ان انا اسحب 4 ألوية مدرعة من الشرق
كان في هذا الوقت لنا في الغرب لواءين مدرعين، يبقى لما يبقى عندي 4 ولواءين يبقى عندي ايه؟ 6 ألوان. فلما جه رئيس الجمهورية حوالي الساعة 10:30 دخل على غرفة مين؟ أحمد إسماعيل، وقعد معاه ساعة. فلما طلع السادات ومعاه أحمد إسماعيل فوقف اتفضل مثلا لمدير المخابرات، وبعدين بنفس الترتيب الجمصي بيتكلم بايه؟ بصفته رئيس هيئه العمليات عن قواتنا، بعد كده قائد القوات الجويه بيتكلم عن القوات الجويه، الدفاع الجوي، المدفعيه، كذا كذا. المفروض الدور عليا بقى عشان يقول لي اتفضل. قال القرار لا تسحب اي بندقيه ولا اي دبابه من الشرق الى الغرب. حصل بالليل يوميها يوم 20 بالليل مكالمه من الفريق الشاذلي ليا، لقيت زعيق وبتاع والتليفونات والشاذلي بيكلمني يا منعم مش عارف ايه، ما فهمتش هو عايز ايه، وبعدين احمد اسماعيل خد منه التليفون واتكلم وبعدين اتقطعت السكه. الخلاف ما بين السادات والفريق سعد الشاذلي ابتدى لما حصلت الثوره. الفريق سعد الشاذلي كان شايف ان يجب سحب عدد من القوات، بالاخص 4 لواءات مدرعه عشان يستعيد التوازن للجبهه، لكن السادات احمد اسماعيل كانوا كلهم خايفين من تكرار ما حدث في 67، عشان كده كانوا بيتعاملوا بحرص. سمعنا كلام ان هو كان عايز يسحب 4 لواءات من مدرعات، من الولايات المدرعه الموجوده في الناحيه الشرقيه للغرب، ويقوم بعمليه هجوم من الغرب من الناحيه التكتيكيه يعني، او هي صح من ناحيه لكن غلط من ناحيه ان احنا نسحب قوات في هذا الوقت، لان اي سحب للقوات هيحصل انهيار في القوات المسلحه. ما حدش يرجع من الغرب، احنا نبعت قوات من الاحتياطي اللي هو كان مسؤول عن مدينه القاهره. سعد الشاذلي لا ينهار أكثر من القتل إنك أنت تطعن واحد في شرفه العسكري وفي شجاعته وفي إقدامه. حققت القوات المسلحة في مصر وسوريا تؤيدها قوات الشعوب العربية أول نصر حقيقي للعرب منذ عدة قرون. الاحتفالية سنة 74 اللي فيها كرموا قادة حرب أكتوبر كلهم، واحنا بنتفرج عليها في التلفزيون ما جابش سيرته ولا كأنه موجود. لما شاف طبعا الكلام، احنا قاعدين بنتفرج على التلفزيون، حتى ما امي قالت لي بتتفرج على ايه؟ دي مسرحيه. قال لها ما حدش يقدر يغير التاريخ، ممكن تزور التاريخ لمده لكن التاريخ في الاخر كل الحقائق بتبان. سعد الشاذلي ما كانش عايز يروح لندن، وقال له والله لو كان بيكافئني انا مش عايز المكافأة، وان كان بيبعدني مش عايزني حاكمني. كنا متحفظين، قائد جيش كان يتحكم في مئات الالوف، الان ياتي ليتحكم في 7 8 دبلوماسيين
و5 6 إداريين. ولكن فوجئنا برؤية الرجل، يعني هو الذي اكتشف ميسيس تاتشر رئيسة الوزراء. لفت نظرنا أن وزيرة التعليم قد تصبح شخصية مرموقة، ولم يكن هناك من يعرف ذلك، ودعاها إلى عشاء رسمي في السفارة. وما هي إلا شهور قليلة حتى تولت السيدة مارغريت تاتشر رئاسة حزب المحافظين، وأصبحت بالفعل رئيسة الحكومة البريطانية. بدأت إرهاصات زيارة السادات للقدس. كان الإحساس لدى الرئيس السادات وإدارته أن وجود سعد الشاذلي في العاصمة البريطانية مصدر قلق، فجرى نقله إلى عاصمة ليست لها نفس الأهمية السياسية، وهي كما هو معلوم لشبونة عاصمة البرتغال. سأذهب إلى إسرائيل لأنني أريد أن أطرح الحقائق كاملة أمام شعب إسرائيل. اتفاقية كامب ديفيد دي اللي قطمت وسط سعد الدين الشاذلي. ليه؟ لأنك أنت حولت النصر بتاعي والشهادة الناس الشهداء والتضحيات اللي تمت من الشعب المصري ومن العسكريين إلى اتفاقية مكتوبة، وإحنا وفرطنا في حاجات كتيرة في داخل الاتفاقية. تم توقيع اتفاقية كامب ديفيد، والفريق الشاذلي أعلن رفضه ليها في مؤتمر إعلامي هناك عمله في البرتغال. معاهدة كامب ديفيد دي كان في عليها ناس اختلفوا فيها، وكل واحد اختلف وعارضها بطريقته. فهو قرر ان خلاص انا راجل شخصية عامة ذو نفوذ وكده اقدر اخش في خلاف مع رئيس الجمهورية، وطبعا معروفة بالنظام اللي في مصر ما تقدرش تخش في هذا الخلاف الشديد في مصر. دول عربية كتيرة من جبهة الصمود والتصدي بعتت له طيارات في برشلونة، كان وصل برشلونة وكانت مستنياه في برشلونة عشان يروح عندها، يعني سواء الجزائر أو ليبيا أو سوريا زي ما عرفت، يعني طائرات خاصة عشان تجيبه. فهو فضل إنه يوصل، يعني يركب طيارة الجزائر تجيبه الجزائر. إلى أن كان اليوم اللي هو كان مسافرين فيه، فكلمني وقال لي تعالي بدري وهاتي الورقه الاداري معاكي. فرحت لقيتهم فعلا محضرين حاجتهم كلها، وانا فوجئت بعربيات سودة وكبيره واشخاص في المدخل موجودين. ونزلت هو لقيته معاه ناس بزي عسكري انا مش عارفه مين، وناس مدنيين، ويعني مجموعه. فقلت له حضرتك رايح فين؟ قال لي هتعرف. أنا أعتقد إن هم طلعوا على باريس، ومن باريس سافر الجزائر. الشاذلي اختار الجزائر بالذات لأن عارف إن القيادة الجزائرية لا تضغط على أي لاجئ سياسي في الجزائر أو تفرض شروط عليه. عملوه معاملة ملوك، يعني بيت بعربيات بستاف، لدرجة خصصوا له قصر من قصور الرئاسة هناك أول ما نزل. فكانت نقاشات الفريق سعد الدين الشاذلي مع المجموعات المصريين المعارضين الموجودين في الخارج بتؤدي كلها ان لابد من وجود تكتل او جبهه توحد العمل الخاص بالعمل السياسي بالذات للمصريين الموجودين في الخارج، وتوصيل نتائج هذا العمل الى الداخل، الى المصريين في الداخل لتوعيتهم بالاوضاع. جمع يعني كوكبه الحقيقه من المصريين ديت وانشأوا الجبهه من طيارات مختلفه، طيار ناصري، طيار حزب التجمع في الخارج، الاسلاميين، قوميين، مستقلين.
المجلة كنا بنشرف على طباعتها في المطابع الجزائرية، وبنتولى توزيعها عن طريق يا إما البريد لعناوين معروفة في أوروبا، بترسل لجميع السفارات اللي كانت موجودة، للمصريين المنضمين للجبهة الوطنية المصرية وعناوينهم معروفة. كنا بنبعتها طبعا لجهات سيادية في مصر، من مجلس الشعب لمجلس الشورى لرئاسة الجمهورية، كان لازم الأعداد دي تتبعت يعني. الجهة الحاكمة في الجزائر اتغيرت، رئيس الجمهورية اتغير، حزب جبهة التحرير اللي كان بيسانده تماما يعني جت وجوه جديدة فيه، اعتقد حس بالغربة، وحس ان هو لابد انه يسيب الجزائر حتى يسمح للجزائريين انهم يعيدوا العلاقات او مع مصر بالطريقة اللي هم شايفينها. وبرضه انا بتهيألي هو كان يعني بدأ يتوصل اللي هو انا هقعد بره قد ايه؟ يعني انا بدأت اكبر، الاوضاع بدأت تتغير، اكيد في يوم هو هرجع. مبارك أقدم في عام 83 على محاكمة الشاذلي، تلك المحاكمة التي قضت بسجنه 3 سنوات بتهمة إفشاء أسرار عسكرية من خلال كتابه مذكرات حرب أكتوبر الذي كتبه في عام 78. عندما جاء الفريق سعد الشاذلي طلب منه أن يكتب رسالة استرحام حتى يعفى من العقوبة، ولكنه رفض. لما رجع بقى سنة 92 ووصل المطار واتقبض عليه في المطار، لغاية ما والدتي قالت لحد من الرئاسة أنا لو ما شفتش جوزي بكرة أنا هروح أعتصم قدام الرئاسة وهمتنع عن الطعام. بس تاني يوم قالوا لنا اتفضلوا. ولكنه كان في حراسة أبنائه من ضباط القوات المسلحة، يعني ربما لو كان في سجن عادي لتعرض لمكروه. البرنامج اليومي بالنسبة له كان بيصحى يصلي الفجر ويقعد لمدة ساعة يقرأ قرآن، وبعد كده يتصفح الجرايد يشوف أخبار الدنيا ماشية ازاي ويفطر. بيقرأ قرآن، مش بيقرأ بقى بغرض القراية، لا، هو جايب معاه زي أجندة أو نوتة بيقرأ وبيكتب العبارات اللي من الآيات اللي هو بيقراها اللي لها تأثير على أي كتابات هو بيكتبها، أو يعني عايز هيدخلها كاسترشاد وهو بيكتب. الساعة 10 على أقصى تقدير بيكون نايم. صدر بصالحه عفو في 6 أكتوبر، كان مخلص نص المدة وشهرين. فقال له لا انا مش هخرج غير لما تقول لي انا خرجت على اي اساس، بموجب ايه انا خرجت. قال لي العفو ده طالع عفو خاص بيا انا ولا عفو جماعي للسجن كله؟ قلت له هتفرق وياك ايه؟ فقال له لا، اذا خرجت، اذا كان هذا الخروج حق القانون حق يعطيه لي القانون هخرج، اذا كان بعفو من مبارك انا مش هخرج. فقال له يا فندم ده وفقا للقانون وليس عفوا ولا مكرمة من احد. بانوراما حرب اكتوبر ما فيهاش سعد الشاذلي. يعني هل تستطيع أن تنتزع صورة أحد من مكانها الطبيعي على يسار الرئيس السادات لتضع بديلا عنه؟ الصورة دي طبعا ما اعرفش مين اللي عاملها، بس الصورة دي هي الصورة الرسمية اللي العيال بيتعلموها في المدرسة
في أوضة العمليات حسني مبارك واقف جنب السادات. لو واحد عنده ثقة في نفسه وشخصية سوية 100% وعادلة 100%، ولقى ان في ايه ده يا جماعة، ده انتوا حاطين صور دي مش مظبوطة والكلام ده كله، ده ما كانش دوري، انا كنت اقل من كده والمفروض يتحط كذا وكذا وكذا، ده ما حصلش، فهو ارتضى وانبسط باللي حواليه. قبل وفاة الفريق الشاذلي تقريبا 3 سنين، أول ما عرفت شخصيته تاريخيا وكده كان نفسي أزوره، لكن الحقيقة ما فكرتش في الموضوع ده خالص، طبقا لأن يعني أولا ما كنتش أعرف إنه عايش. بعد ما عرفت إنه عايش قلت إن هو أكيد رجل كبير في السن، وأكيد ضيوفه كتير جدا، صعب إن هو إن أنا كشاب صغير أقابل الفريق الشاذلي يعني. وبعدين بدأت أتواصل مع مدام شهدان بنته، وطلبنا منها بإلحاح شديد جدا جدا ان احنا نزور سيادة الفريق. قلنا لها طب احنا هنيجي يوم 6 اكتوبر الساعة 2 هندي ورد كتكريم لسيادة الفريق من شباب مصر. وبعدين اول ما جه سلمنا عليه وبوسنا ايديه، قال لنا طبعا بقى انتوا متخيلين ان انتوا جايين تقابلوا بقى بطل، بقى شاب صغير لسه، مش واحد عنده يعني 88 سنة. أنا أعتقد أن كل قصة في التاريخ لها روايتين، رواية معروفة وكل الناس بتتناقلها، ورواية أخرى تحتاج لمن يبحث عنها ويبحث مدى صحتها ودقتها، هل هي حدثت أم لا. حياتي كانت مليئة بالمتاعب والمشاق نتيجة ان انا كنت بأتمسك برأيي وبالحق، ولكن بالرغم من هذه المشاكل وصلت الى اكبر منصب عسكري ممكن ان يطمع فيه واحد، وهو رئيس اركان حرب القوات المسلحة، وفي وقت من اصعب الاوقات التي هي حرب اكتوبر. فهذا من فضل الله. فمش عايز الناس تخاف انها تقول كلمة الحق، تقول كلمة الحق حتى لو تسبب ذلك في بعض المشاكل، ولكن فليتأكدوا ان هذه المشاكل مؤقتة، وان ربنا سيعوضهم بعد ذلك، وتعويض ربنا سيكون أجزل وأكثر إن شاء الله.